ازيكم يا بنات؟ النهارده هنشرح كل الصدمات اللي احنا قلناها في الريلز اللي فات. الصدمه الاولى ان الرموش بتعيش 3 شهور بس. فعلا الرموش بتعيش 3 شهور بس. في خلال ال3 شهور دول رمش بيقع وبيقعد يتجدد، فبتلاقي في خلال ال3 شهور الرموش كلها بتقع خلاص وبيطلع كلها جديد. تاني صدمه ان الشفايف ما فيهاش غدد دهنيه، دي حقيقه فعلا، عشان كده بنضطر نرطبها. حتى لو وشك كله دهني شفايفك بتلاقيها فيها جفاف وممكن يحصل قشور، فلازم نعمل لها سكرابات وماسكات علشان يبقى فيها ترطيب شويه. تالت صدمه ان النوم القليل بيكبر شكلك 10 سنين، ودي حقيقه فعلا. لما بتنامي فتره قليله اقل من 7 ل 8 ساعات وشك بيكرمش فعلا والتجاعيد بتزيد فيه وبتظهر التجاعيد بشكل قوي جدا. رابع صدمة ان الموبايل بيسبب حبوب تحت الجلد، ودي فعلا يا جماعة حقيقة فعلا. الموبايل بيبقى فيه عرق او فيه بكتيريا احنا مش شايفينها، وكل ما بنحطه كده بيلامس البشرة بيسبب حبوب تحت الجلد وخارج الجلد. لو البكتيريا زادت قوي بيسبب الحبوب والبثور دي بره، وممكن يعمل كمان بقع واسمرار في البشرة. خامس صدمة ان البشرة بتشم، ودي حقيقة علمية اثبتها العلماء فعلا. لقوا ان مسام البشره دي بتتاثر باي حاجه حواليها، لو اي حاجه كيميائيه او اي حاجه موجوده من زيوت او اي حاجه روايح شديده قوي، لقوا ان البشره بيجي عليها الحاجات دي بتتاثر بيها، سواء انها بيبقى فيه بكتيريا او ممكن تفرز حبوب او دهون زياده او تبقى جافه اكتر. سادس صدمه ان الجلد بيغير نفسه بالكامل كل شهر تقريبا، دي حقيقة فعلا. الجلد بيغير نفسه من 27 ل 30 يوم، بيغير نفسه بالكامل. الصدمة السابعة يا جماعة ان النوم على البطن بيسبب تجاعيد للبشرة، دي يا جماعة صدمة كبيرة جدا، لان اغلب الناس يعني حتى لو ابتدت نومها على اليمين طبعا حسب السنة، لكن بترتاح اكتر لو عندها مغص مثلا او اي وجع في بطنها بالنوم على البطن شوية. لكن لو انت فضلتي مستمرة يعني كل يوم طول فترة النوم ال5 ساعات ولا ال7 ساعات اللي انت نايماهم بنفس الوضعية دي، المنطقة بتاعت الخد دي هتلاقيها حصل فيها ترهل عن المنطقة دي، ودي بقت فيها اكتر تجاعيد. فاحنا لازم بنغير وضعية النوم كل شوية. علشان كده حتى اهل الكهف كان ربنا بيقلبهم علشان ما يحصلهمش حاجه وجسمهم ما يتاثرش، وكمان الشمس تبقى محيطه بكل جسمهم. دول كانوا شرح صدماتنا اللي احنا قلناهم ال7. استنوني في صدمات تانية كتير، واكتبي لي تحت في الكومنتس اي صدمه من دول فاجئتك.